ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. قال الله تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. الآيات الكريمات والأحاديث التي وردت عن نبينا الكريم في قصص الأولين قد حظيت بثلث القرآن، فالقرآن الكريم ثلثه قصص وثلثه توحيد وثلثه أخبار الجنة والنار. ومن هنا كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه ما يستحق قد نالت القصب الأكبر من كتاب الله عز وجل، فقد ذكر ربنا عز وجل وكرر قصة موسى في كل جزء من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان القرآن الكريم 30 جزءا فإن هذه القصة قد تكررت 30 مرة أيضا، وذلك لعظم التشابه بين أمة موسى عليه السلام وأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الإجابة وأمة الدعوة. ونحن كشعب إريتري لسنا بعيدين عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن جزء من هذه الأمة ينالنا ما ينالها من خير وشر. ولذلك تكرار مثل هذه القصص ودراستها فإنه يعود علينا جميعا وعلى شعبنا في الداخل والخارج بالنفع العظيم. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن تابع برنامجنا بالأمس وشاهد مقدمة في قصة موسى عليه السلام مختصرا سيستفيد في هذه الحلقة، لأنها ستكون تابعة لما مضى. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أرحب فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا، وأرحب بكم أنتم أيضا، وأسأل الله تعالى أن يجعله برنامجا مباركا، وأن يكون في موازين حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بمثل هذه القصص، وأن يهدينا سبل السلام ويدخلنا برحمته سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ عبد العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله شيخ برهان وبارك فيكم. جميل. في هذه الحلقة سنتناول
الدروس والعبر من قصة موسى عليه السلام ونقارنها بشعبنا الإريتري، هذا الشعب العظيم الذي كافح وجاهد وقاتل وناضل. يعني نأتي بكل العبارات الشرعية والعبارات الوطنية لنبين أنه كافح فعلا. ولكن هذا الكفاح لماذا لم يثمر؟ لماذا لم يكن له نتائج طيبة؟ هذا حقيقة ما سنعرفه من خلال مقارنة هذا الكفاح بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي نطرحه بين يديك فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا وفقك الله هو يعني ما الدروس المستقاة من كون موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون، ثم ما الدروس المستقاة أن يقوم موسى عليه السلام برعاية الغنم 10 سنين، وقد رعاها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فترة يعني شبابه على قراريط من قريش. نفتتح بهذين السؤالين ثم نمضي بإذن الله في عمق قصة موسى عليه السلام، فلتتفضل بإبداء رأيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرتم فضيلة الشيخ إن موسى، وما أدري عن صحة الحديث، في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاد القرآن أن يكون كله موسى، أي يتكلم عن موسى من كثرة ما ذكرت قصته صلوات الله وسلامه عليه. أما تربيته في بيت فرعون، وقبل ذلك لنرى كيف عانى شعب بني إسرائيل في ظل العبودية والقهر والاضطهاد. يأتي من ملك إلى آخر يضطهدهم ويسومهم سوء العذاب، على هذا الحال مئات السنين، حتى كتب الله لموسى أن يكون نبيا، أن يولد ويكون نبيا. وكان كما ذكرنا بحلقة الأمس، كان موسى أو فرعون يقتل أبناء أو أطفال بني إسرائيل لكي لا يزول ملكه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه قوته وقدرته، فجعل هذا الطفل الذي سيزيل ملكه يتربى في بيته ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه، بل ويحمى كأنه أحد أبناء فرعون تربيه زوجته بخدمها. وأيضا أن أم موسى التي ألقته في اليم هي التي ترضعه أمه وتحتضنه ويتربى في بيت فرعون. فانظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة. فكان هذا الفرعون الظالم يربي ذلك الطفل الذي سيكون سببا في زوال ملكه وهلاكه بحول الله وقوته. ثم بعد ذلك، بعد أن قتل ذلك الرجل القبطي فهرب خوفا من أن يقتلوه أو من أن يقتله فرعون وملأه، ذهب بعد ذلك إلى مدين وظل يرعى الغنم لحماه أو شعيب، كما وردت بعض الروايات أنه كان شعيبا. ظل 10 أعوام يتربى على
قيادة أو سياسة هذه الأغنام، هذه البهائم، وهي فيها نوع من البشر على اختلاف أخلاقها، فتلك ناشزة وتلك مطيعة وتلك تمشي وتلك تخرج خارج، فيتعلم السياسة منها، يتعلم كيفية يقود الشعب، بعد ذلك يقود الناس. وكما ورد في الحديث الذي ذكرناه بالأمس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كما ذكرتم شيخنا كان يرعى الغنم ليتدرب على السياسة، على قيادة الناس، على توجيه الناس، على التعامل معهم. وهذه سياسات الله سبحانه وتعالى اختارها لأنبيائه، كل نبي رعى الغنم حتى يستطيع بعد ذلك أو يكون له تربية، كأنها جامعة تطبيقية يتعلم من خلالها. وهذا كأنه يدلنا أيضا على الشبه العظيم بين رعاية الغنم وبين رعاية البشر، بين رعاية الناس. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الناس مثل الفراش الذين يأتون، الفراش التي تأتي إلى النور، حينما تأتي إلى النور فتقع في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجوزنا، أي يأخذ بأيدينا ويمنعنا عن النار، كأن أغلب الناس يتهاوون إلى الإثم والذنب والنار، فالشرع يأتي ليصدهم عن ذلك، ليقول لهم: اتقوا الله، اتركوا، افعلوا، لا تفعلوا، فيتجنبوا النار بسبب توجيهاته عليه الصلاة والسلام. بيض على وجهك شيخ عبد العزيز. طيب شيخ عبد العزيز، لماذا لم يسلم فرعون وقد رأى الآيات الكونية والآيات الشرعية، وأمر موسى عليه السلام وأخوه أمر موسى عليه السلام وأخوه أن يلين القول لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ ما سبب كفر فرعون؟ وأعتقد أنه هو الوحيد من الطواغيت منذ البسيطة الذي تجرأ فقال: أنا ربكم الأعلى. نعم، كفرت عاد، كفرت ثمود، كفر قوم صالح، وكفرت الأمم، ولكن لا أعتقد أحد تجرأ وادعى الربوبية لنفسه. ربما يدعون الألوهية لأنفسهم، لكن الربوبية بحيث أنه يصبح مسيطرا على هذا الكون. نمرود قال: أنا أحيي وأميت، وحاجه إبراهيم عليه السلام، لكن فرعون طغى وتجبر. لنا في فرعون وقفات. الوقفة الأولى: لما لم يسلم؟ الوقفة الثانية: خوف جبريل عليه السلام من أن تنال رحمة الله عز وجل، أن تنال رحمة الله عز وجل فرعون. هل يصح ذلك الحديث أو لك خبر في صحته؟ ما أعرفه أنا سمعت عنه، لكن يعني جبريل من أعلم الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، وما كان كما ورد في الحديث أنه كان يدخل في فمه الماء والطين حتى لا يشهد أن لا إله إلا الله، وهو أقرب الملائكة إلى الله، وهو أمين الوحي، ويعلم ربما الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه لن يؤمن، ويرى إغراقه ويرى كفره. فيعني ما أدري، هل تعلم من صحة الحديث؟
نعم، الذي يعرفه أنه صحيح، إذن يقولون له مشايخنا كابر عن كابر. إذا كان صحيحا فلا تعليق. وهذا يدل على أن له أصل موجود في كتب التفاسير. سمعنا وأطعنا. لكن إذا أنت لديك علم لا، جديد أنا أن أسأل. الحديث ضعيف، أنا أسأل. ولكن كون جبريل عليه السلام يمنع عنه هذا الخير، يعني هو وارد أن هذا مجرم وقد تناله رحمة الله عز وجل، ويريد جبريل أن يعاقب مثل هذا. لكن فعله إذا كانت رحمة الله ستناله فلن يمنعه فعل جبريل. فهذا هو سبب. لا، سبب. السبب ما يكون في هذا، السبب في إيمانه وكفره ما لا يفيد. لن تمنع أحدا من الإيمان بفعل سبب مهما كان. إذا كان الله كتب له الإيمان فلن تمنعه بفعل أي شيء من أفعالك. وإذا كان كتب له الكفر فلو كان هناك سبب لكان أقوى الأسباب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لكن منعه. بس بذلت له الأسباب. أيوه، بذلت له الأسباب، لكن ذلك حاول لم ينفعه. أي صحيح، لم ينفعه. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن بذل الأسباب؟ لا، بس يختلف بذل سببه عليه الصلاة والسلام هو الدعوة والتوجيه. يا عمه قل لا إله، ليس بأن يحاول إغراقه أو إدخاله. ولأن هذا مجرم لا شك. نعم. طيب نكمل. طيب لماذا لم يؤمن فرعون؟ طبعا أحيانا كثير من الملوك، حتى القساوسة الذين لهم يعني المركز الأعلى في بعض الأبرشيات أو غيرها، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يجحد بها، يقول إذا قيل له ونوقش يقول الآن كيف أفعل؟ سيخسر منصبه، سيخسر ملكه، سيخسر عظم. وكل الناس اللي يقول لهم الآن أنا ربكم الأعلى، ثم يقول أنا ماذا؟ يقول لهم أنا عبد. هذا أيضا مسألة الكبر من أكثر ما يمنع الناس. أيضا مسألة الملك والجاه والسلطان الذي سيخسره. لهذا السبب لم يؤمن قيصر حينما قال والله إني لا أعلم أنه حق، ولو كنت عنده النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت قدمه وشربت مرقتها. ولكن منعه ماذا؟ منعه الملك والسلطان والجاه والمال. سيترك كل هذا، سيعود شخصا عاديا. طيب إذا منعه الكبر، والكبر هو نفس السبب الذي منع قريش. نعم، وأبو لهب أن يؤمن بعمه بابن أخيه. وهذا أيضا يعني يطبق على كل حاكم ظالم مجرم، بأن الكبر هو الذي يمنعه من كونه يحكم بالعدل ويكون خاضع لله عز وجل. لماذا أمر الله أن يخاطب فرعون بالحسنى واللين؟ وهل قام الدعاة بذلك في زماننا هذا؟ أحسنت. في كل زمان طغاة يا شيخ عبد العزيز، لا شك. واليوم دور العلماء في دعوة هؤلاء الطغاة ربما يحتاج إلى إعادة نظر، لأن حسب ما نراه ونتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها نجد في هذا المجال طرفي نقيض. إما تمجيد الحكام كأنهم آلهة ولهم الطاعة مطلقة، وإما أن نجد النقيض الآخر أنهم طغاة مجرمين بل كفر مرتدين ولهم الويل من الله. مخاطبة بالرحمة واللين لا نكاد نسمعها. تعليقكم؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا أيضا درسا عظيما، وهو مهما بلغ الإنسان من طغيانه وجبروته
أنه ربما تنفع معه الرحمة واللين. يعني بمعنى أنك إذا جئت لتبلغ عن الله فبلغ عن الله حسب مراد الله ليس حسب مرادك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الآية التي ذكرتموها فضيلة الشيخ قال الله سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يستجيب، ولكن وجههم كقاعدة عامة، درس يستفيدها الناس من عملهم والدعاة من بعدهم من طريقة دعوة فرعون حتى يتبين للناس، حتى أنه جاء أحدهم يعظ أحد الخلفاء فقال له: يا أمير المؤمنين إني سأقول فأغلظ عليك القول وإني أريد نصر. قال: لا أقبل. قال: أنا لست كفرعون وأنت لست كموسى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل موسى لفرعون وأمره بأن يقول له قولا لينا، فتكلم على هذا الأساس. فإذا هي قاعدة جليلة للناس أو للدعاة خاصة، لأنهم هم المقصودون بهذا الكلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فلهذا السبب لا بد أن يكون أي واحد، سواء كان ملكا، سواء كان ظالما، سواء كان شخصا عاديا، حتى ابنك الذي أنت تربيه لا ينبغي أن تعلمه الدين وتعلمه المنهج، تعلمه أمر الله وأمر رسوله بالكهر والنهر والغلظة والشدة، إنما باللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف، يعلمه الأدب وهو بس طاشت، ما ضربه ضربة وقال أنت كم، سم الله وكل يناديه يا غلام، يتلطف يتملح عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال لابنه الحسن أو الحسين لما أخذ تمرا كان ساقطا في الطريق أراد أن يأكله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إن آل محمد أو آل البيت لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. فهذا منهج للجميع ليتعلم أن هذا الدين يبلغ، حتى وإن كان هو الحق الذي لا خلاف فيه، ولكن ينبغي أن يبلغ للناس بما أمر الله سبحانه وتعالى، ليس بطريقتك أنت، لا بالتزلف الذي ذكرته وتأليههم وتقديسهم، ولا بالتشدد وتكفيرهم وإخراجهم من الدين، هذا كله طرفي نقيض. ولهذا الله تبارك وتعالى قال عن هذه الأمة: قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، خيارا عدولا، هكذا فسرها أهل العلم. طيب، حصل نقاش بين فرعون وموسى عليه السلام في حواره بإثباته بأنه رسول، ويبدأ الحوار من قوله تعالى: وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال:
رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ إلى آخر الآيات. هذا النقاش حقيقة نقاش جميل وحوار رائع نقله الله عز وجل لنا ليبين لنا منهج الطغاة في الحوار والنقاش ومنهج الأنبياء أيضا في الحوار والنقاش. تعليقكم يا شيخ عبد العزيز، وخاصة حينما يقول فرعون وما رب العالمين، وكأنه لا يعلم رغم أن الله عز وجل خلقه وأوجده من العدم وأعطاه الفؤاد والبصر. هو يذكر أنه إله. أما رأيت في النقاش بعد ذلك ماذا قال له؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك. فسؤاله بالنسبة له كطاغية سؤال طبيعي، يقول ما رب، كأنه يستنكر ويبين لقومه هل تعرفون ربا غيري؟ فقال الله موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. هل يستطيع أن يقول أنا أيضا رب السماوات؟ ما يستطيع. وأنا أيضا رب الأراضين؟ لهذا هل تستطيع الدول اليوم أن تقول نحن أرباب السماء وأرباب الأرض؟ لهذا ألم تدعي البشرية بأن أصبحت قوية فابتلاها الله عز وجل بكورونا الذي عطل أعظم الدول في العالم ما استطاعوا أنهم يتجرؤون على هذا المخلوق الصغير جدا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال فرعون ساخرا من موسى، وهذا طبيعة الطغاة حتى اليوم. نعم. يسخرون من الدعاة ويحاولون أن يجمهروا الناس عليه. قال ألا تستمعوا؟ نعم. يعني لا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم رسولكم وليس رسولي. رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهذا هو هؤلاء دراويش لا يعرفون شيئا، ثم إذا انتهى وهؤلاء المشايخ أبعد الناس عن السياسة. أنتم ما الذي يعرفكم بالسياسة؟ كيف أنتم تدخلون كذا استهزاء وسخرية بالعلماء والمشايخ؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قال موسى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني كلام كبير. كلام رب المشرق والمغرب. من يستطيع يقول أنا رب المشرق والمغرب؟ من يستطيع وهذه الحجة التي حاج بها إبراهيم النمرود حينما قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فكأنه يقول له رب هذا الذي الشمس التي تشرق وتغرب هو هذا ربها. ونقول أيضا لكل طاغية تجبر على الدعاة والمشايخ وسجن المظلومين حتى من أصحاب الحق سيأتي إليه يوم يقال له قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لماذا الطغاة يخافون من العلماء والمشايخ ولماذا يسجنونهم يا شيخ عبد العزيز؟ الآن كما رأيت يا شيخنا هو حاول أن يحاجهم لعله ينثني في النهاية حينما تنعدم الحجج ويفحمه أمام حاشيته وجمهوره الذي يناقشه يستخدم القوة لأن القوة حيلة ماذا؟ حيلة من لا حيلة له. فحينما يحجز عن الحيلة والنقاش والمحاجة بالشرع أو بالعقل كل هذه حينما تضيع فماذا يستخدم؟ الشيء الوحيد الذي في يده وهو القوة والتسلط، فيأمر بسجنه ويأمر بقتله ويأمر بكذا بل بعضهم يتعدى به إلى أن يسجنه ويأتي بأبنائه وزوجته ويفعل بهم وينكل بهم حتى يتنازل عن
عن ما يقول أو ما يدعو إليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سيد الشهداء عند الله رجل أتى قال كلمة حق عند سلطان جائر. أيوة، فأمره ونهاه فقتله. أحسنتم الشيخ عبد العزيز. بنو إسرائيل رأوا من آيات الله عز وجل الشيء الكثير، ولما نجاهم الله سبحانه وتعالى يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تعليقكم الشيخ عبد العزيز في أهمية التوحيد وكيف أن الله نجاهم ثم أيضا يعني يطلبون من موسى أن يشركوا بالله عز وجل. أنت ترى هنا عظم كفر الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. هم الآن بنو إسرائيل رأوا الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يعني أرسل على فرعون القمل والضفادع والدم ومع هذا والجراد، نعم، آيات مفصلات ورأوها رأي العين. وكيف كان أن بني إسرائيل ينجون من هذا البلاء ويصاب به فرعون وقومه ليؤدبهم الله سبحانه وتعالى. الضفادع التي أتت والقمل والدم كل ماء تحول إلى دم. بل يقول أحد المشايخ في تفسيره يقول أنه الإنسان إذا تحول دما، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذه الآيات رأوها بني إسرائيل. مع ذلك وأيضا من أعظم الآيات التي رأوها انشقاق البحر ونجاتهم وغرق فرعون أمامهم ذلك الظالم الذي بل طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم ليرفع عنهم. نعم. ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك. هؤلاء قوم فرعون. نعم. نعم. لكن هم الآيات التي رأوها بني إسرائيل، الآيات التي رأوها حتى آخرها أعظم آية أو من أعظم الآيات التي مرت بهم هي انشقاق البحر لهم، هذا البحر العظيم، ومروا به وغرقوا ذلك الرجل الذي أذلهم وأهانهم وقتلهم وفعل بهم ونكل بهم، ثم مجرد أن تعدوا البحر نسوا كل ذلك وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واتخذوا أيضا عجلا لهم خوار. بعدما ذهب هذه بعد تلك واتخذوا عجلا ثم وقال لهم ادخلوا الباب سجدا قالوا لن ندخل، أو قالوا اذهب أنت وربك قالوا إن فيها قوما جبارين. نحن نريد أن نختصر. قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاتل. وقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا أقوالا عظيمة يعني. ولهذا السبب وإن من الحجارة يعني سمى قلوبهم أقسى من الحجارة. قلوب هؤلاء القوم الذين رأوا ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال في بعض الأحاديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، لم يكن يسوسهم الملوك، إنما الأنبياء. كلما مات نبي خلفه آخر، وإذا جاء نبي جاء بالآيات والمعجزات. لم يكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزاته القرآن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمعجزات الكثيرة كما كان موسى يأتي بهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. يا الله. رفعه ويريد أن يهلكهم. يا الله. وقال لهم أيضا إيش؟ اقتلوا أنفسكم، فقتلوا أنفسهم وماتوا ثم أحياهم الله سبحانه. وفي آية أخرى أنه قال لهم موتوا ثم أحياهم، وأحيا ذلك الذي قتل
والآيات في بني إسرائيل كثيرة، مع ذلك هم من أكثر خلق الله. أعوذ بالله. يرون هذه الآيات وقتلوا الأنبياء. طيب ايش معنى قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ على عالم زمانهم، على العلماء على عالم زمانهم في ذلك الزمن، وإلا خير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختيار كان على ذلك العالم، لأنهم كما ذكرت لك يا شيخ برهان أنهم كان الأنبياء هي التي تسوسهم، كانوا من سلالة مباركة من ذرية إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب، وتناسل بعده من أبناء يعقوب الذي يسمى إسرائيل. وهم على هذا الأساس كانوا كلهم أبناء أنبياء، فتجد ابن عمه نبي، عمه أخوه أبوه، فكانوا ذرية أنبياء إلى زمان طويل حتى انقطعت النبوة منهم. وعاقبهم الله عز وجل بالتيه بأشد العقوبات، عقوبات كثيرة، صلى الله العافية والسلام، عقوبات كثيرة نتيجة لأنهم لم يطيعوا الله عز وجل، لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا ولذلك نحن نقول أيضا لشعبنا الإريتري الاعتراض، الحذر من الذنوب والمعاصي. نعم. فإنها قد نكون ما نحن عليه اليوم من تسلط الطغاة ومن تسلط المجرمين، وكذلك أيضا من قلة التيه والشتات الذي نحن عليه. لكن يا شيخ عبد العزيز، يعني أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أوقف الشمس لفتى موسى يوشع بن نون، أوقف الله عز وجل له حتى يدخل بيت المقدس. سنتحدث حول هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. هل يحرك الله عز وجل الكون للرسل والدعاة أم لا؟ مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يوفقنا لكل خير، وأنتم على موعد لصيام يوم الأحد والاثنين طاعة لله عز وجل. هذا والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل